قول الفخذ عورة هذا حديث ضعيف، والعورة للرجال والنساء هي العورة المغلظة. دعونا نستمع إليه. حديث الفخذ عورة، الفخذ عورة هذا حديث ضعيف، عله أبو حاتم وابن القطان بالاضطراب، فالحديث مضطرب فيه زرعة وشيخه كلاهما مجهول. هذا يعني دكتور انه فكره العوره الرجل من السره الى الركبه ليس صحيح، او العوره اجمالا من السره الى الركبه. العوره للرجال والنساء هي العوره المغلظه، هي القبل والدبر. طيب فقط. اما ما سوى ذلك بالنسبه للرجل فهو متعلق بالعرف، ما الذي تستسيغه الناس كمروءه فقط، لكن مساله الحرمه والتحريم لا. ويسترسل ويتابع السيد الغامدي قائلا: العورة للنساء هي العورة المغلظة، وعلى المرأة واجب الستر، ولا يعني أن هناك عورة. دعونا نستمع إلى نص كلامه. هناك العورة المغلظة وهناك ما يجب عليها أن تستره، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن. فإذا المرأة هناك شيء يسمى واجب الستر ولا يعني أنه عورة. طيب بالنسبة لحديث الفخذ اللي تقوله الآن، نعم. يعني هذا يعني أن ظهور فخذ الرجل نعم. ليس من